في أطباق كده مرتبطة برمضان وذكرياتنا ولمة العيلة وسفرة رمضان، وده من أحلى الأطباق اللي هتجربوها ومتأكدة هيعجبكم هتعتمدوها على طول. وأول حاجة أنا محضرة فرختين، قسمت الفرخة على 2، حطيت تحتهم بصل، قلبته مع الفلفل الأسود كويس وحطيت الفراخ عليه، وهنبدأ نعمل التتبيلة. معلقة من الثوم، عليها عصير ليمونة كاملة، الليمون بيدي طعم حلو قوي للفراخ. بعد كده هضيف عليها علبة من الزبادي، أي زبادي متوفر عندكم، وكمان هضيف عليها التوابل، ملح وفلفل بابريكا مدخنة، وأي توابل للفراخ متوفرة عندكم وبتحبوها. وكمان هضيف معلقة من دبس الفلفل، ده بيدي طعم حلو قوي للأكل، لازم تجربوه. ولو مش متوفر، معلقة من صلصة الطماطم. هضيف كمان عليهم زيت زيتون أو زيت عادي اللي تحبوه. وهناخد كل الخليط ده كويس، هنقلبه كويس جدا مع بعضه، وده لو جربتوه هيعجبكم قوي وهتعتمدوه على طول. من أحلى الصوصات بتاعت الفراخ اللي هتجربوها. زي ما انتوا شايفين ده شكل الصوص بتاعنا، طبعا هنحطه على الفراخ كله، هنوزعه كويس جدا. وخطوة مهمة قوي قوي ان احنا ندلك الفراخ بتاعتنا بالصوص كويس قوي، نغلفها كويس جدا من جوه ومن بره وتحت الجلد كمان، بيطعم قوي الفراخ. بعد ما هغلف كل الفراخ دي، انا مش هضيف اي حاجة تانية خلاص، هغطيها الاول بورق زبدة، وبعد كده عليها ورق فويل. هدخلها الفرن متغطية حوالي 40 دقيقة الأول، من 40 ل 45 دقيقة على درجة حرارة 180 الرف وسط، لحد ما تبقى تعدي 40 دقيقة. هشيل الغطا واسيبها تكمل سوا. وللفريك بتاعنا هنا هضيف زيت زيتون، وطبعا ممكن زيت عادي أو سمنة، وهضيف عليه بصلاية متقطعة صغير، بصلاية كبيرة. هبدأ أشوحها لحد ما لونها يبدأ يغير وتبدأ ريحتها تطلع. بعد كده هضيف عليها الفريك. أنا النهاردة استخدمت الفريك اللبناني، غسلته بس ما نقعتوش. وطبعا استخدموا الفريك المصري العادي، طعمه حلو قوي، بس ده بيبقى مفلفل اكتر وكمان لونه مخضر شويه. هنتبله بملح وفلفل و7 بهارات، وهنبدا نقلبه كويس قوي. هنقلبه مع البصل والتوابل بالشكل ده، ما تقلقوش ما بيتكسرش، بالعكس ده بيعزز النكهه اكتر. بعد كده هنضيف عليه اكيد الميه السخنه او الشوربه او المرقه المتوفر عندكم. انا ضفت ميه سخنه يا دوب تغطيه، وبعد ما بيشرب كل ميته بغطيه وهدي النار واسيبه يكمل سوا. طبعا بنشوح اي مكسرات متوفرة عندنا. انا شوحت هنا لوز في سمنة، وبعد كده بضيفها على الطبق بتاعنا بعد ما رصه والفراخ استوت. وبجد دي من احلى اكلات العزومات وسفرة رمضان. الفراخ دايبة ومستوية كويس جدا، والفريك مفلفل وطعمه خطير. جربوا وصفتي ومتأكدة هتحبوها وتعجبكم. ولو أول مرة بتشوفوني، ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسيف لوصفة النهاردة.